عايزة أسنانك تبقى جميلة واللثة عندك قوية؟ يلا بينا نشوف ايه الوصفة بتاعتنا بمكون واحد بس اللي هتخلي أسنانك قوية وجميلة. يلا بينا نشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة. اللي أول مرة يشوف القناة ياريت يدوس اشتراك ويفعل الجرس، ما تنسوش اللايك. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا هتشيل الرائحة الكريهة اللي موجودة في الفم. تاني حاجة هتقوي اللثة عندك وتقوي الأسنان وتشيل أي التهابات موجودة في الفم والأسنان بمكون واحد بس، ورخيص جدا وموجود وريحته جميلة جدا، وهو القرنفل أو القرنفل. هجيب إزازة أو كوباية واحط معلقة صغيرة من القرنفل. القرنفل ليه قدرة كبيرة جدا على انه يخلي رائحة الفم جميلة جدا، وكمان ليه خصائص مضادة للبكتيريا وبيقلل التهابات اللثة، ومفيد طبعا لالتهابات الحلق كمان. لو عايزة تستخدمي الوصفة كغرغرة بيشيل التهابات الحلق اللي موجودة. بجد وصفة سهلة جدا ووصفة هتعجبكم. كل ما في الموضوع هجيب ازازة او بولة واحط فيها معلقة من القرنفل. والقرنفل برضو عارفين ان هو بيسكن آلام الاسنان، طبعا من اقوى الحاجات اللي بتسكن آلام الاسنان. معروفة لما الضرس يوجعني بنقول حط عود قرنفل او فص قرنفل على المكان الموجود. وبرضو بيعتبر مضاد حيوي طبيعي بيشيل البكتيريا والفطريات اللي موجودة في الفم والاسنان. بجيب المعلقة القرنفل بحطها في الكوباية بتاعتنا وبضيف عليها او الازازة، هي المفروض ازازة عليها معلقة صغيرة من القرنفل، وبحط عليها كوبايتين مية صالحة للشرب، وبسيبه ليلة كاملة، بغطيه وبسيبه ليلة كاملة. بعد كده ببتدي يعني استخدمه من تاني يوم. ابتدي استخدمه لتسكين آلام الاسنان، ولو عايزة تستخدميه كغرغرة للفم وللحلق واللثة. وبرضو بيشيل رائحة، لو عايزة بس غسول ليشيل رائحة الفم الكريهة استخدميه، بيتشال في رف التلاجة وبنستخدمه. بس يعني تبقى ازازة صغيرة مش ازازة كبيرة، ازازة صغيرة كده قد ازازة الدواء مثلا او برطمان صغير، وبستخدمه كغسول يومي او تستخدميه 3 مرات في اليوم زي ما انت تحبي. بيشيل رائحة الفم الكريهة، بيدي ريحة جميلة وانت عايزة تستخدميه بس للوقاية او انك تحافظي على اسنانك واللثة استخدميه. مكون سهل جدا رخيص، يعني مفعوله اكثر من رائع. جربوه وان شاء الله يعجبكم، ولو عجبكم يا ريت اشتراك وشير ولايك للقناة. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.